مساء الخير. هشارك معاكم النهاردة كوكيز حلو جدا، والأحلى يعني أحلى حاجة فيه إن هو صحي، ما فيهوش سكر أبيض، ما فيهوش دقيق أبيض. طعمه ميكس لذيذ قوي قوي قوي، لأن مكوناته هتستغربوها من يعني كمكونات عادية، ولكن لما بتتمزج كلها مع بعض كده بيبقى النتيجة في الآخر بتبقى لذيذة جدا، مش هتستغنوا عنه خالص لو جربتوه أول مرة. بيبقى مقرمش من بره ومن جوه طري. كل اللي محتاجينه عندنا كل المكونات اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، وهقول لكم البدايل لو في حاجات مش موجودة. اول حاجة والاساسي هو كوباية من الشوفان، كوباية من الشوفان العادي اللي هو مش مطحون، وعندي نص كوباية من الطحينة السايلة، طحينة ما تستغربوش، وعندي تلت كوباية من دبس التمر، وممكن نستبدله بالعسل النحل، وعندي 3 معالق كبار من اللوز المطحون او دقيق اللوز، ممكن نستبدله بجوز الهند اللي هو بيبقى مطحون او جوز الهند الناعم. عندي معلقة من الفانيليا ونص معلقة من القرفة. القرفة بصراحة مش بيبقى ليها طعم واضح، ولكن بتخلي طعم الكوكيز حلو، لان في ناس ما بيحبوش الشوفان، لو حطيته القرفة هتحسوا ان طعمه لذيذ جدا. اول حاجة احطها في الطبق هي الطحينة، وبعد كده هنزل عليها دبس التمر، وزي ما قلت لكم البديل ليه هو عسل النحل العادي. بعد ما بضيف المكونين على بعض ببدأ ان انا اقلبهم كويس قوي عشان الدبس يختلط مع الطحينة كده، ويبقوا الاتنين خليط واحد. احط بقى بعد كده الفانيليا اللي عندي، تقدروا تستخدموا فانيليا باودر او فانيليا عادية، او كمان ممكن ما تستخدموش فانيليا خالص. الوصفة اساسا ما فيهاش اي حاجة ممكن تخلي فيه ريحة زفارة، لا بيض ولا لبن ولا اي حاجة. عندي نص معلقة من القرفة، واللي ما بيحبش القرفة جربوها مش هتبان في طعم القرفة نهائي، ولكن ما تستغنوش عنها. رشة بسيطة قوي من الملح، وهرجع اقلب كل الكلام ده تاني مع بعض. وبعد كده بقى هضيف النواشف، كوباية من الشوفان و3 معالق كبار من دقيق اللوز، او اللوز اللي هو من غير قشره بس مطحون، او زي ما قلت لكم تقدروا تستبدلوه ب3 معالق من جوز الهند. هقلب كل الكلام ده مع بعضه بالسباتولا كده، وبعد كده هضيف شوية من الشوكولاتة الدارك، او ممكن تضيفوا التمر المتقطع قطع، الاتنين عندكم. انا لما بحط عسل نحل بحط تمر متقطع، لما بحط دبس تمر بحط شوكولاتة، يعني بحس ان الميكسين مع بعض كده بيبقوا حلو قوي. بحط بقى بكسرها بايدي كده، تقريبا حطيت 4 مكونات بس، مش 4 مكعبات بس من الشوكولاتة، مش اكتر من كده. هقلب بالسباتولا تاني، ولكن هرجع اقلب تاني بايديا كده عشان كل المكونات تمتزج مع بعض، وبس كده. لو حسيتوا ان الخليط ما بيتكونش على بعض ضيفوا معلقة طحينة، ولو العكس ضيفوا معلقة شوفان، ولكن المقادير دي مظبوطة جدا لان انا اكتر من مرة عملته. بس كده بتكوروا بقى الكوكيز بالحجم يعني بالحجم والسمك اللي بتحبوه، ولكن ما تخلوش رفيع قوي ولا تخين قوي، وخلوا كل حبات الكوكيز نفس الحجم. بيقعد في الفرن تقريبا من 10 دقايق ل 13 14 دقيقة، ما تزودوش عليه علشان ما ينشفش منكم. درجة حرارة الفرن بتبقى على 170 175. بس كده بيقعد الفترة بتاعته في الفرن، وبيخرج بيبقى طعمه لذيذ جدا، لا باين فيه ريحة قهوة ولا باين فيه طعم الطحينة السادة او الخام. الميكس بتاع الطحينة مع المكونات كلها مع بعض كده مدياه طعم لذيذ جدا. وان شاء الله لو جربتوا الوصفة دي مرة هتعملوها على طول، وهتبقى معتمدة معاكم في اي وقت حابين تاكلوا فيها حاجة حلوة، ولكن في نفس الوقت صحية، لان الكوكيز ده ما بياخدش اي وقت خالص، مجرد بس تحضير كده، ما بياخدش تقريبا تلت ساعة بالسوا وبالاعداد بتاعه. اتمنى الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. لو عجبتكم اكتبوا لي في الكومنتات رأيكم فيها، واللي هيجربها يكتب لي رأيه فيها ان شاء الله بعد ما يجربها. وشاركوا الفيديو مع اصحابكم اللي عاملين دايت او بيحبوا الكوكيز يجربوها معاكم، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد عن قريب. مع السلامة.